حبس وغرامة تصل إلى 100,000 جنيه لمن يمتنع عن تسليم الميراث في مصر. مرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا يخص الميراث في مصر، وما هي العقوبات القانونية لمن يمتنع عن تسليم نصيب الورثة الشرعي. القانون المصري يولي حماية كبيرة لحقوق الورثة، ويحذر من أي محاولة لامتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث الشرعي لأخيه الوريث. هذا حماية للحقوق وضمان للعدالة بين الورثة. وينص قانون المواريث في مصر على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من: 1. امتنع عن تسليم نصيب أحد الورثة. 2. حجب سندا يثبت حق الوراثة. 3. امتنع عن تسليم السند عند طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وفي حالة العود يمكن تطبيق عقوبة أشد. هذا القانون يهدف إلى حماية حقوق الورثة، ومنع النزاعات العائلية، وضمان توزيع الميراث بشكل عادل، كما يساهم في القضاء على السلوكيات التي تحجب الحقوق الشرعية. إذا كنت ورثت شيئا من الميراث، تذكر أن القانون يحمي حقك بالكامل. لا تسمح لأي أحد بالامتناع عن تسليم نصيبك الشرعي.